اهي دي الصينيه اللي تعمليها في عزومات رمضان، حاجه كده هتشرفك قدام ضيوفك، سهله وسريعه ومش هتاخد منك وقت خالص. هنعمل النهارده ميكس كده ما بين الجلاش والكنافه بحشوه كده خطيره هتعجبكم جدا. تابعوا معايا الفيديو للنهايه علشان نشوف كل التفاصيل والتكات بتاعتنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو، لانه بيفرحني وبيشجعني جدا. شايفين الجمال؟ حاجه كده ما شاء الله عليها، فاخر من الاخر، هتشرفك قدام ضيوفك. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض عشان مطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. تعالوا اول حاجة نحضرها كده مع بعض هو الشربات، عشان عايزينه يكون بارد. انا بعمل شربات متوسط، كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية من المية، ظرف من الفانيليا، ونص ليمونة. بديهم تقليبة كده بالراحة وارفعهم على العين المتوسطة لحد ما يبدأ يغلي معايا، وبعد كده بهدي عليه النار واسيبه حوالي من 7 دقايق ل10 دقايق. وكده خلاص الشربات بيكون جاهز معانا، بنطفي عليه ونركنه كده على جنب لحد ما يبرد تماما. وده الشربات المتوسط اللي تعتمديه كده للكنافة والجلاش، لان الجلاش والكنافة مش عايزين شربات خفيف قوي علشان طبعا ما يبقاش معجنين معاكي، ولا شربات تقيل قوي زي العسل علشان برضو ما يبقوش ناشفين قوي معاكي بالزيادة. فالشربات المتوسط ده بيكون جميل جدا مع الكنافة والجلاش. تعالوا بقى نشوف بعد كده معانا ايه. انا معايا هنا حوالي كده ربع كيلو من الجلاش، يعني دي نص لفة جلاش كانت عندي. لفة الجلاش طبعا بتبقى نص كيلو، فانا كنت واخدة منها مرة قبل كده، فاللي معايا ده يعتبر كده حوالي ربع كيلو من الجلاش. انا هعمل الصينية الكبيرة في الطقم المدور ده. والمقادير دي ممكن تعملي منها صاج مستطيل اللي هو 30 في 40. عملناه برضو قبل كده مع بعض على القناة في رمضان اللي فات ورمضان اللي قبله، بس حبيت اغير لكم الشكل شوية واعمله في الصينية المدورة. ببدأ اقص بقى الجلاش كده على قد الصينية بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، والزيادات دي مش هنرميها، احنا ما عندناش حاجة بتترمي خالص. هنشوف هنعمل بيها ايه دلوقتي. هنجيب بقى كوبايه الا ربع كده من السمنه البلدي السايحه، ونمسح الصينيه بتاعتنا مسحه محترمه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب بعد كده ورقتين جلاش، يعني يكونوا لسه ايه بطولهم كده، ما قصناهمش مع اللي احنا قصناهم على قد الصينيه، علشان نفرد كده ارضيه الصينيه، علشان نعمل حواف للصينيه لما نيجي نضيف الحشوه بعد كده ما تخرجش معانا بره الجلاش، وكمان ما تجيش كده على حرف الصينيه وتتحرق معانا. بنفرد الصينيه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونحاول كده نخلي الجلاش طالع لبره شويه. مش مشكله لو اي ورقه مقطوعه كده، حاولي تظبطيها وترصيهم بالشكل ده. هنديله كده مسحه من السمنه. وبعد كده هضيف معايا هنا ربع كيلو من الكنافة. الكنافة دي كانت عندي برضو في الفريزر، كسرتها كده لقطع صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا الكنافة لما بتكون مفرزة بتبدأي تكسريها كده بايديكي او في الكبة، بتتكسر معاكي بكل سهولة. ممكن كمان تستغني عن خطوة الكنافة دي تماما وتكملي الصينية بالجلاش بس، مفيش اي مشكلة خالص. بس انا بصراحة بعملها كده على طول، بيكون طعمها جميل جدا مع الحشوة كمان اللي احنا لسه هنعملها مع بعض. بضيف كده الكنافة بدون اي اضافات، ولا سكر بودرة ولا سمنة ولا اي حاجة. بعد كده لما بسويها في الصينية كويس جدا، ببدأ ارش عليها كده شوية من السمنة. نحاول كده نحط شوية سمنة محترمين علشان الكنافة تاخد لون وقت التسوية. هنركن الصينية بتاعتنا بقى على جنب، وتعالوا نحضر الحشوة بتاعتنا الجميلة الخطيرة. معايا هنا 3 كوبايات من اللبن الحليب، ودي بنسميها كده حشوة القشطة الكدابة، ومش اول مرة اعملها معاكم، عملتها كتير قبل كده معاكم على القناة، لاني بضيف لها اضافة كده بتنقل الطعم في حتة تانية خالص. انا استخدمت للصينيه اللي احنا عملناها دي 3 كوبايات من اللبن. لو انت عامله صينيه اكبر من كده هتزودي اللبن، لو انت عامله صينيه اصغر من كده هتقللي كوبايه من اللبن. الاضافه اللي انا بقول لكم عليها بقى هي معلقتين من دقيق السميد، اللي هو دقيق البسبوسه اللي بنشتريه كده خام من عند العطار بدون اي اضافات. بينقل بقى الكريمه بتاعتك او القشطه بتاعتك كده في حته تانية. بنحط لكل كوبايه لبن معلقه من النشا، وبضيف معلقتين من دقيق السميد. بس طبعا لان دقيق السميد بيربط زيه زي النشا، فانا بخلي معلقتين من النشا ومعلقتين من دقيق السميد، واضيف كمان معلقتين من السكر وظرف من الفانيليا، والسكر ده حسب الرغبة. وبنرفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد ما القوام يتقل معانا. اول ما بيتقل معانا بسيبه كمان على النار هادية كده مع التقليب المستمر حوالي دقيقتين 3، علشان دقيق السميد يستوي معاكي كده ويدي معاكي قوام تقيل شوية.
بعد كده بتبداي تصبيه على الصينيه بتاعتك، طبعا بتكوني محضراها زي ما احنا حضرناها كده مع بعض، وبتصب في النص كده علشان الحشوة تتحرك لوحدها، بس في نفس الوقت ما توصلش لاطراف الصينية قوي. بعد كده بتلمي اطراف الجلاش اللي احنا كنا مطلعينها لبره علشان تغطي على الحشوة كويس جدا، ما تخرجش معاكي لما تضيفي الجلاش بعد كده وتيجي تقطعيه. بنسيب بقى الصينية كده تهدى حوالي 3-4 دقايق كده، 5 دقايق، علشان الحشوة دي تبرد معانا وما تخرجش مننا كده وقت ما احنا بنحط الجلاش او احنا لسه بنقطعه. وبعد ما نسيب الصينية تهدى وتبرد كده او الحشوة تبرد معانا، بنبدأ نضيف بقى قطع الجلاش اللي احنا قطعناها اللي كانت زيادة عن الصينية، اللي انا قلت لكم احنا مش بنرميها، لان طبعا ما فيش حاجة بنرميها، ما عندناش حاجة بتترمي. بنحاول نفككهم كده بعيد عن بعض ونفرطهم كده على الصينية كويس جدا، كأننا بنحط طبقات من الجلاش عادي خالص، مش بنركنهم كلهم في مكان واحد او في جنب واحد. وما بين كل شوية كده بنضيف رشة من السمنة علشان تورق لنا ورقات الجلاش دي وهي بتستوي في الفرن. وانا بمسح كده بالسمنه بحاول اظبط الاطراف عشان طبعا الورقات الصغيره اللي طالعه دي ما تتحرقش معايا وقت التسويه، وكمان تظبط شكل الصينيه معايا، تكون الشكل بتاعها مهندم كده مفيش حاجه طالعه من الصينيه. بعد ما بخلص قطع الجلاش اللي احنا مقطعينها اللي هي متقصقصه دي كلها، ببدا بقى اجيب الورق السليم اللي احنا قصناه على قد الصينيه من الاول، بحط كده ورقتين وبعد كده امسح مسحه من السمنه. طبعا احنا قصينه على قد الصينية علشان يدينا شكل الصينية من فوق مظبوط، وتكون يعني كلها شكل واحد كده، مية واحدة كده، مفيش حاجة مقطعة او حاجة مش مظبوطة زي اللي احنا حطيناهم في النص كده. ولو عاملة بقى في صينية مستطيلة هتسهل عليكي الخطوة دي، فهتحطي ورقة الجلاش كده بطولها، مش هتستني ان انت تقصيها على قد الصينية. بعد ما ضفت كل ورقات الجلاش اللي كانت معايا، قبل بقى ما ادهن الطبقة الاخيرة، قبل ما ادهنها بالسمنة، ببدأ اقطع كده الصينية بتاعتي الحجم بقى اللي انا عايزاه. اهم حاجة بالراحة خالص ببوز السكينة، والسكينة تكون حامية. شايفين انا بحط بوز السكينة بس، مش بحط السكينة كلها او اغرزها كلها علشان ما تخرجش معاكي الحشوة. انا هنا قطعتها على شكل مثلثات، اللي هو الشكل المتعارف عليه اللي احنا بنشوف بيه صينية الجلاش والكنافة والكريمة بالشكل ده. لكن لو حابة تقطعيها مربعات مفيش اي مشكلة خالص، هيكون برضو شكلها حلو. وكمان ممكن تقطعي المثلث اللي انا قطعته ده لقطعتين كمان، يعني الحجم طبعا كبير لان الصينية كبيرة معايا. بس اهم حاجة وانتي بتقطعي كوني حريصة وايدك التانية دي بتسند بس ورقات الجلاش كده، مش بتضغط قوي عشان الحشوة ما تطلعش معاكي. ولو لقيتي شوية من الحشوة طلعوا بالشكل ده، حاولي ان انتي تشيليها كده بمعلقة صغيرة خالص، وانتي بتدهني السمنة خلي السمنة تغطي قطعة الحشوة اللي طلعت دي علشان ما تتحرقش معاكي في الفرن. بنضيف بقى السمنة اللي على الوش دي بحرص خالص علشان ورقة الجلاش الأخيرة دي ما تتحركش معانا من الفرشة كده. بس أهم حاجة كل مكان في الصينية ياخد سمنة كويس جدا عشان ياخد لون موحد وهو في الفرن. وكمان بالفرشة كده حاولي تظبطي الجوانب بتاعة الصينية علشان ورقات الجلاش كلها تمسك مع بعضها وتاخد الشكل الجميل ده بعد التسوية. تعالوا بقى نتكلم عن التسوية المظبوطة في فرن البوتاجاز. طبعا في الوقت اللي انا كنت بحضر فيه الصينية كده، الفرن شغال جنبي على نار متوسطة، شغال من تحت بس. بحط الشبكة في نص الفرن وبحط الصينية في نص الفرن. النار شغالة من تحت بس على نار متوسطة، مايلة للعالية حاجة بسيطة. اول ما بحس كده انها اخدت لون من الجوانب كده، خلاص هي اخدت لون من تحت، ببدأ اطفي من تحت واشغل الشواية على الهادي خالص، وكل شوية بلفف الصينية الناحية دي شوية والناحية دي شوية عشان تاخد لون موحد. اهم حاجة ما تستعجليش عليها وتطلعيها بدري من الفرن او تعلي النار علشان الطبقات من جوه تستوي معاكي، والكنافة تستوي ما تبقاش معجنة كده، ولا طبقات الجلاش اللي احنا ضفناها من جوه تكون معجنة معاكي، لا عشان تاخد لون كده اصفر خفيف وتتحمص كده معاكي. لما تيجي تضيفي الشربات بعد كده او لما تبرد معاكي ما تبقاش الطبقات من النص معجنة، تكون كده كل حاجة واخدة حقها في التسوية. هي بتاخد في الفرن من 30 دقيقة ل 35 دقيقة او ممكن كمان 40 دقيقة على حسب حرارة الفرن بتاعك. اهم حاجة تسيبيها تستوي كويس جدا. بعد كده اول ما بتخرج من الفرن وهي سخنة والشربات كان بارد، بسقيها كمية الشربات كلها اللي احنا حضرناها مع بعض. بمشي كده على الخطوط اللي احنا قطعناها بالسكينة قبل التسوية علشان الشربات ينزل كده لطبقة الكنافة والطبقات اللي تحت. شايفين الجمال ما شاء الله. بتسيبيها بقى لما تهدى وتبرد تماما وتبداي تقدميها بالشكل الجميل ده. انا حبيت ان انا اكسر اللون كده بواحدة من الكريز
وشوية من الفستق الكداب اللي احنا كنا حضرناه مع بعض. هنا انا بوريكم ارضية الصينية من تحت، واخدة لون زي من فوق، ما شاء الله عليها التسوية مظبوطة جدا. وتيجي هنا فايدة ورقة الجلاش اللي احنا فردناها في الصينية من الاول، انها تمسكلك كده طبقة الكنافة وتخليلك كده القطعة تطلع بقطعتها على بعضها من غير ما طبقة الكنافة تكون مفرفتة كده معاكي. لو حابة تعملي الصينية دي بالجلاش بس او تستغني عن الكنافة، هتجيبي بقى لفة جلاش كاملة اللي هي النص كيلو، وتحطي نصها تحت وتحطي الحشوة، وبعد كده النص التاني فوق، برضو هتكون جميلة جدا. شايفين بقى الجمال ما شاء الله. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى انه يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوه. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وتسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو لانه بيفرحني ويشجعني جدا. وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.